بعد نص عمرك كنت بتعملي المكرونه بالبشاميل غلط، تعالي اقولك على الطريقه الصحيحه والمظبوطه لعمل المكرونه بالبشاميل من غير ما نرص طبقات ولا اي حاجه. ما اقولكوش بقى على طعمها اللي يجنن، فظيعه يا بنات، لازم تجربوها. واول حاجه هنعملها هنعصج اللحمه، هنجيب طاسه على النار وهننزل فيها وكده اعمل السمنه او ممكن تنزلي بزيت، وهننزل بنص كيلو من اللحمه المفرومه. بس اهم حاجه النار عندنا تبقى عاليه علشان لما ننزل من اللحمه متنزلش اي عصاره منها، وهنقعد نقلب فيها لغايه لما تتفتت كده معانا اللحمه وتبقى بالشكل ده كده. وزي ما قلت لكم اهم حاجه النار تبقى عندنا عاليه علشان ما تنزلش اي عصاره من الميه. وبعد كده هنكون محضرين عندنا بصلايه صغيره متقطعه مكعبات صغيره، وفلفل حراق طبعا حسب الرغبه، بس لو مش عندكم حراق ممكن تضيفوا فلفل رومي. وهنشوحه كويس وهنسيب البصل لغايه لما يدبل معانا تماما. وطبعا انتوا ممكن تحطوا اي كميه بصل، كل ما تحطي بصل كتير كل برضو ما يبقى طعمها جميل جدا. ولما نشوحه والبصل يدبل معانا هنضيف عليها نص معلقه من الثوم المفروم، دي بقى اللي بتودي طعم المكرونه بتاعتك في حته تانية خالص. حته الثوم دي بتخلي طعمه جميل جدا. وهنشوحه كويس لغايه لما نشم ريحه الثوم كده. وبعد كده هنزل عليه بحبيتين من الطماطم المبشورين، وهنشوحها كويس مع الخلطه الجميله بتاعتنا، وهنسيبها لغايه لما الطماطم تستوي معانا. وبعد كده هننزل بالملح طبعا والتوابل والفلفل، ورشه بسيطه جدا من القرفه بتخلي طعمها جميل جدا. وهنشوحها بقى وهنسيبها على النار هاديه لغايه لما كله يندمج مع بعضه. وبكده خلطه اللحمه الجميله بتاعتنا بقت جاهزه معانا. ويلا بينا نحضر البشاميل الجميل بتاعنا. هنجيب حله على النار وهننزل فيها ب5 معالق كبار من الزبده، وكمان ممكن تستخدموا سمنه بلدي لو متوفره عندكم. وهننزل ب5 معالق كبار من الدقيق، وهنشوح الدقيق كويس مع الزبده او السمنه اللي انتوا هتضيفوها، وهنسيب الدقيق لغايه لما يستوي معانا. وبعد كده هننزل عليه باللبن بالتدريج، يعني ايد بتنزل اللبن وايد بتقلب كده علشان الخليط بتاعنا ما يكتلش معانا. ولو كتل معاكي في المرحله دي ممكن تفرميه في الخلاط لغايه لما ينعم معاكي تماما. اهم حاجه احنا عايزين القوام بتاعنا يبقى كريمي وناعم زي ما انتوا شايفين كده. انا بنزل شويه بشويه والايد التانية بتقلب كده طبعا علشان ما يكتلش معايا. وطبعا في المرحله دي لو عندك شويه من القشطه ممكن تضيفيهم على الخليط ده، بيخلي طعمها جميل جدا وبيخلي طعمها غني كده. وبعد كده هتنزلي بالملح ورشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود والقرفه، وهنقلبهم كويس وهنسيب البشاميل بتاعنا لغايه لما يغلي معانا. واهم حاجه التقليب المستمر، وده طبعا القوام بتاعه المظبوط. اهم حاجه يبقى ناعم كده وكريمي معاكي بالشكل ده كده. وطبعا لو طفيت عليه وسبتيه شويه على جنب هتلاقيه تقيل معاكي شويه. وبكده البشاميل الجميل بتاعنا بقى جاهز معانا. تعالوا بينا نسلق المكرونه. هنجيب حله على النار طبعا هيكون فيها ميه مغليه، وهننزل عليها معلقه كبيره من الملح، وهننزل بكميه المكرونه اللي انت هتعمليها وهتسيبها لغايه لما تغلي معاكي. وبعد الغليان كده هتقلبيها كده تقليبه علشان المكرونه ما تلزقش في بعضيها. وطبعا المكرونه هتسويها نص سوا، ودي اهم خطوه في سلق المكرونه، ان المكرونه تستوي نص سوا كده معاكي علشان احنا لسه هندخلها الفرن ولسه هتستوي معانا. فاهم حاجه زي ما قلت لك اسلقيها نص سلقه كده علشان لو سلقتيها واستوت معاكي طبعا لما تيجي تدخل الفرن هتطيري معاكي تماما وهيبقى طعمها مش لذيذ جدا. فاهم حاجه تسلقي المكرونه بتاعتك نص سلقه كده، ودي خطوه مهمه جدا. وزي ما انتم شايفين المكرونه مفلفله معايا وجميله. وهننزل باللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها مع بعض، وهنقلبها كده تقليبه لغايه لما كله يندمج مع بعضه. وهننزل بربع كميه البشاميل اللي احنا عملناها مع بعض. طبعا زي ما قلت لكم لما البشاميل بيبرد شويه بيتقل معانا، وهنقلبه كويس لغايه لما كله يندمج مع بعض. وهنكون محضرين عندنا صينيه دهنينها دهنه كده حلوه من السمنه البلدي بتخلي طعمها جميل جدا. وهننزل بالمكرونه الجميله بتاعتنا وهنوزعها في قلب الصينيه، هنفردها بالشكل ده كده، وهننزل عليها بالبشاميل. بسم الله ما شاء الله عليها، ولا بقى هنرص طبقات ولا اي حاجه. اعمليها بطريقه الخاصه دي جميله جدا يا بنات، وهتعرفوا تقطعوها وهتطلع معاكم رائعه جدا. لازم تجربوها بالطريقه دي علشان بجد تستاهل التجربه. وهنكون محضرين عندنا بيضتين وهنرش عليهم رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود، وهندهن بيها وش الصينيه بالشكل ده كده، وانت بتنزلي البيض واحده واحده علشان تعرفي تسويه كده على وش الصينيه الجميله. وبعد كده تاخدي الصينيه الجميله بتاعتك وهتدخليها الفرن. طبعا التسويه المظبوطه بتاعتها النار بتكون شغاله من فوق ومن تحت على درجه حراره عاليه، وهتسيبيها بقى لغايه لما تاخد لون كده جميل من فوق وتستوي معاكي. وبعد كده هتطلعيها وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب. وطبعا لو عايزه تقطعيها كده هتسيبها لغايه لما تبرد معاكي تماما علشان تقطعيها وتطلع معاكي قطع بالشكل ده كده. طبعا لو كلتيها وهي سخنه مش هتبقى قطعه كده. فاهم حاجه علشان تعرفي تقطعيها هتسيبها لغايه لما تبرد معاكي تماما. وبكده هتاكلوا احلى مكرونه وبألف هنا ليكم. واستنونا مع فيديوهات احلى واحلى مع بيت الخير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله وبألف هنا ليكم.